تصور ان ممكن يحصل لك اوستيوبينيا وانت مش واخد بالك، يعني كثافة عظامك تقل وتكون معرضة للكسر بأي وقعة. علميا بعد سن ال30 بتبتدي تقل كثافة العظام بشكل تدريجي، لكن في حاجات بتزود معدل النقص ده. انه يكون عندك مشاكل في الغدة الدرقية او مش بتتعرض للشمس لفترة كافية يوميا، وكمان لو مش بتاكل الألبان او منتجاتها بشكل كافي، او لو انت في مرحلة المنبوذ والبيض وقفت عندك، ولو بتاخد أدوية فيها كورتيزون لفترة طويلة، وكمان لو بتدخن أو بتشرب كحوليات، فأنت بتزود خطر إصابتك بالأوستيوبينيا، واللي ممكن توصل بعدها لمرحلة هشاشة العظام. وبتقدر تعرف إن كثافة العظام قلت عندك بعمل أشعة اسمها ديكسا. لو النتيجة بين -1 و2.5 يبقى عندك اوستيوبينيا، اما لو قل من -2.5 يبقى فيه هشاشة عظام. والعلاج بسيط، انك تاكل الاجبان والالبان 3 حصص في اليوم، ونهتم باكل الخضروات الورقية، وطبعا نتعرض للشمس بانتظام حتى لو ربع ساعة، او تاخد فيتامين دي، وتمارس الرياضة حتى لو مشي لانها بتزود كثافة العظام. وطبعا لو وصلنا لمرحلة عالية من قلة كثافة العظام هتحتاج تاخد أقراص الكالسيوم وفيتامين دي. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير، ولو عندكم أسئلة اكتبوا لي في التعليقات.